انا مهما كبرت صغير، انا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. انا مهما كبرت صغير، انا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والامس وبكره في عيونكم كانت فكره، شايلين في القلب الذكرى، باين في عينينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت ايام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. انا مهما كبرت صغير، انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. انا مهما كبرت صغير، انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. اليوم والامس وبكره في عيونكم كانت فكره، شايلين في القلب الذكرى، باين في عينينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت ايام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. مهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. انا مهما كبرت صغير، انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. انا مهما كبرت صغير، انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. اليوم والامس وبكره في عيونكم كانت فكره، شايلين في القلب الذكرى، باين في عينينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت ايام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. فاكرين العمر الدافي، بسم الله الرحمن الرحيم. شايلين في القلب. الحمد لله سافر العام الثاني على التوالي بنعمل الحفله دي. بدأنا السنه اللي فاتت، بدأنا تسجيل في مصر السنه اللي فاتت، تكريم طلبه باقي اسامه. العام الثاني على التوالي بنكرم القمر كمان كان طلبه استاذ تكريم الاولى على المحافظه محافظه الجيزه، والدكتوره هبه الثالثه على المحافظه، والدكتوره مها الثالثه على مدرسه المبطل. وان شاء الله باذن الله كنا نعملها ثاني السنه الجايه، واكيد ان شاء الله هنعملها. نبدا الحفله ان شاء الله باذن الله بكلمه الاستاذ شريف المصري. السلام عليكم الاول. طبعا اولا انا بتكلم عن الطلبه، انا بحب اشكر اولياء الامور على حسن التربيه وعلى العلم اللي هو شايفينه احنا في ولادهم. والحفله اللي انا عملتها المجي كانت فيها المجموعه اللي قاعده دي، فهم طبعا شافوا حفله المجي، وفي نفس الوقت انا حبيت اجيب بعض الناس الاخرين علشان انتوا كمان شايفينهم، يبقى هو قدام عينيكم الرؤيه. واتمنى ليكم جميعا ان انتوا تمشوا بنفس المستوى. والناس دي كانوا زيكم بالظبط، ولكن هم ربنا كرمهم وقدروا يوصلوا للحلم اللي هم عايزينه. وانا فعلا بشكر اهاليهم اولا على حسن التربيه، فعلا ربنا يكرمكم بيهم علم واخلاق وتربيه بشكل راقي جدا. واتمنى لهم الحفاظ دائما على المستوى ده. يعني انا ببارك لمي اولا على ان هي قدرت السنه دي في الكليه بتاعتها تجيب امتياز وتاخد الكارير اللي هي عايزاه انها تقدر توصل، لان هي عايزه تبقى دكتوره في المجال بتاعها. اما الاطباء بتوعنا بقى فانا فعلا فخور بيكم جميعا،
واتمنى يا رب كده اشوف كل الطلبه بنفس المستوى كده ان شاء الله، ربنا يوفقكم. عايز بقى هم بقى كمان يكلموكم، وهم اكتر ناس يقدروا يوضحوا لكم الرؤيه ويقدروا يعرفوكم ازاي تتعاملوا في الفتره الجايه، ويا ريت تسمعوا منهم لان هم فعلا مروا بالتجربه دي، ويا ريت كل الناس اللي واقفين يبقوا شايفين نفسهم كده. اتمنى ان اشوف منكم حد في نفس الشكل دوت في نفس الحفله دي السنه الجايه باذن الله. استاذ رامي اتفضلي. استاذ شريف. تانية اقتصاد وعلوم سياسية، وادعوا لي بقى عشان اخلص السنتين الجايين واعمل اللي انا عايزاه. انا بس هدعي لك والله، بدعي لكم كلكم. انا اخويا قدكم يعني، فبدعي له يعني. بصوا هو كان المهم بالنسبة لكم بس ان انتوا تعرفوه ان انا بالنسبة لي كان عندي امل جامد قوي. يعني انا من ساعة ما دخلت ثانوية عامة وانا عايزة ادخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية وكده، وانا حاطة في دماغي الموضوع ده. بس انا كمان كنت حاطه فعلا هدف ان انا ابقى جمهوريه. يعني مش ولا ثقه بالنفس زياده ولا اي حاجه، بس انا كان نفسي في الموضوع ده. كنت بشوف، لان انا حضرت قبل كده حفله الاوائل الجمهوريه لما انا كنت في اعداديه كمان. يعني انا لما كنت بتكرم في ثالثه اعدادي كان قدامي ناس اوائل جمهوريه، فكنت حاسه الناس دي مثلا جايه من كوكب اخر، او يعني ناس من المريخ بقى، والناس دي عملت ايه وكده. بس فعلا الناس دي يعني واحده قالت لي لازم يكون عندك امل. فلما بدات اذاكر عرفت ان فعلا الكلمه دي مهمه، يعني الكلمه دي ذهب، يعني ان انا يكون عندي امل مهما ان انا اذاكر، مهما ان انا ادخل امتحانات مثلا في النص كده وانقص فيها، والمستر الشريف المصري يسالني في سؤال فما اعرفوش فانهار واقول ايه ده املي ضاع ومش هبقى اوائل وكده. لا، بتحصل عادي جدا. بس اهم حاجه ان انت لما تغلطي من حاجه يعني اعرفي بس ايه المشكله فيها، او اعرفي انت ليه غلطتي فيها، ايه اللي كان ناقصك لما ما عرفتيش تجاوبي على السؤال اللي مستر الشريف المصري ساله لك. ايه اللي كان ناقص؟ ما انت مذاكره وحل واجب وحل اضافي وكل حاجه، طب ما عرفتيش تجاوبي ليه؟ يبقى انت مقصره في حاجه، في حاجه غلط يعني. فهي دي الفكره، ان انا كنت بحاول دايما استفيد من اي كلمه بتتقال. مستر الشريف المصري انا كنت بروح وبقعد في الحصه الف من اولها لاخرها، وانا كنت رحت لمستر الشريف المصري وانا يعني كنت سابقه كمان في المذاكره، بس كنت بقعد الف، يعني كنت بقعد كاني لسه بسمع الكلام اول مره. يعني مهما بسمع اليونت مثلا بيتعاد تاني او الجرامر بيتعاد تاني عادي اقعد، لانك هتسمع حاجه جديده. يعني استحاله، بص انت لو رحت في اي حته وسمعت حاجه نفس الكلام اللي انت عارفه من غير اي تاتش اضافي كده يبقى امشي، لان يعني هو مش ناقصه تضييع وقت. فطالما انت بتستفيد كمل. ده الموضوع، دي الفكره، هي الامل وهي الاصرار. وحاجه تانيه انه احنا في وقت قليل وكلام ده كله، بس الوقت القليل ده انت ممكن تستثمره فتجيب نتيجه اعلى من حد كان مركز من اول السنه. يعني استثمر وقتك صح، قسم وقتك صح، اعرف ايه النواقص اللي عندك في كل ماده، حل كتير حل كتير حل كتير، عشان الحل زي ما كنت بقول هو اللي هيستحضر المعلومات في دماغك، هو اللي هيحسسك ان انت قاعد في امتحان وان انت قاعد لا انت في الرهبه دي. والا هيطرد. انا بالمناسبه عمري ما اتطردت يعني، بس كنت بتحل كتير يعني فعادي بس ده الموضوع الفكره يعني. ربنا يوفقكم وربنا معاكم ان شاء الله. ويا رب السنه الجايه نشوفكم زيهم كده. بشكر مستر شريف على اهتمامه، لان هو مش مجرد مدرس بس، لا ده هو كمان يعني مجرد اي السنه اللي قبل اللي فاتت، بس هو بيتابعها.
كده عليها ودايما بيشجعها، ودي حاجه انا بحترمها فيه جدا. فربنا معاكم وربنا يوفقكم. انتوا لازم تنظموا وقتكم كويس قوي، ولازم تستفيدوا من امهاتكم. يعني مش مجرد ان انتوا قاعدين بتذاكروا بس، لا، استفيدي من مامتك، انك تخليها تسمع لك، تخليها تسالك. انت هتحسي ان انت شلتي عبء من عليكي، وهي برضه هتبقى مطمنه عليكي انها كده شايفاكي بتذاكري ومطمنه على اسلوب مذاكرتك. وانا فرحانه قوي بالبنات دي قوي، وهما بس مش بنات متفوقه، لا ما شاء الله كمان بيعرفوا يتكلموا كويس جدا. فربنا يكرمهم يا رب ويبقوا على طول كده باذن الله ان شاء الله. الدكتوره ليها بس بس مع ناس